يلا بقى نحضر للعيد ونعمل احلى حاجه بناكلها في العيد هي الفسيخ. الفسيخ بقى بنجيب سمك بوري، يفضل ان هو يكون سمكه كبيره، يعني ما تكونش سمكه صغيره، عشان السمكه الصغيره بتبقى ناشفه، ما بتبقاش اللحم بتاعها مزبت كده. ونجيب ملح ونجيب شطه ونجيب بقى منديل ونمسح كويس السمكيه من بره والخشيش بتاعتها، وما نخليش فيها ميه خالص، ما نخليش بقى في ميه خالص. بعد كده بقى نجيب ملح، نجيب شطه، نحطهم على بعض ونملى النغشيش كلها وندوس كده الملح، يعني ندخله جوه خالص. بس وكده. يعني وصفة سريعة وسهلة، وعايزة اقولكم ان الكيلو ب150 جنيه. اما الفسيخ عند الراجل عايزة اقولكم ان الكيلو ب400 جنيه. يعني احنا هنتفاجئ بالاسعار في العيد ده. فليه بقى؟ هاتيه واعمليه في البيت، اسهل وانضف، وتبقي غسلاه كويس وعارفه حاجتك. اغسلوه، بيتوه من تاني يوم، بيتوه لتاني يوم. حطيه كده في كوبايه تصفى، علشان ما يبقاش فيه ميه. اهم حاجه ما يبقاش فيه ميه خالص خالص خالص. واهم حاجه برضو الملح بتاعك ما يكونش قليل. الكميه دي اللي انا حطاها، كميه الملح والشطه، لما يكون الفسيخ دلع ما يكونش حادق. عايزه بقى انتوا بتحبوه حادق، زودوا الملح شويه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك، وباي باي. لفوه بقى في الاسترتش، ايوه كويس جدا جدا. بعد كده حطوه في شنطه تاني، رجعوا حطوه في شنطه تاني، زودوا كميه الشنط وكميه الاسترتش، كل ما يبقى مقفول عليه اكتر كل ما يبقى احلى. باي.